لان اوريدي طبعا مش هتعرفي تعملي الجانح او الجناح بتاع الفرخة كبير. فبنقطعه نصين بحيث ان هو يبقى شكله حلو كمان، ويكون مليان كده. يعني اللهم صل على النبي. دي بقى والخلطة الجميلة اللي هنعملها. في ناس بصوا، في ناس بتحب تسلقه، في ناس لا. انا الصراحة بعمله بالطريقتين، بس انا النهاردة هسلقه معاكم احسن. وفي ناس يعني في ناس انا اوقات كتير بعمله برضو من غير سليق، بيبقى حلو جدا برضو. بس بياخد معاكي وقت كبير الصراحة، لانك انت بتضطري توطي عليه العين بقى عشان ياخد سوا من جوه كويس جدا، وتضمني سواء كويس قوي. فانا طبعا اوريدي عشان مش هينفع ان انا النهارده خالص اسيبه يعني يتبل براحته، وان انا آه فانا النهارده الصراحه مستعجله شويه في الاكل، فعشان كده هسلقه. ففي الحالتين بتبقى حلوه جدا، وبرده بتعمليه بنفس الخلطه او بنفس الطريقه اللي هعملها بيكو. يعني سواء هتسلقيه او هيبقى ني، هتعملي الخلطه اللي هعملها بعد ما اسلقه دي بالظبط. بتنقعي فيها بتاع ساعه او ساعتين كده. طبعا حطيت توابل الشوربه زي ما انتم شايفين عشان برده تديله نكهه وطعم حلو. مستعجله النهارده الصراحه. انا معلش كمان غصب عني، انا المفروض كنت انزل لكم فيديوهات الروتين وفيديوهات الميزانيه بتاعت الاسبوع دوت. بس حصلت لي ظروف كده. طبعا اللي متابعني من الاول خالص عارف ان انا بروح عند حماتي اللي هي عمتي ربنا يبارك لها، وبربي معاها طفلين يعني مريم ومكة. واللي اكيد انا حكيت لكم القصة بتاعتها في الفيديوهات اللي فاتت، فاللي مش عارف القصة يبقى يروح يشوفها عشان مش هنحكيها تاني طبعا. فبنت من البنتين تعبانه جدا جدا جدا، وعملنا لها تحاليل وصوره الدم بتاعتها مش متظبطه خالص. فانا اليومين دولت كنت بروح لعمتي يوم ويوم لا. يعني يوم ما بقى في بيتي بروقه وبعمل اكل هنا في بيتي، ويوم بروح لها هناك ونعمل اكل مع بعض. تمام. طبعا انتوا شايفين انا حطيت 3 معالق دقيق وشويه ميه وبقلبهم كويس جدا. وهبدا بقى ان انا احط التوابل الجميله بتاعتنا، كزبره على شويه فلفل اسمر على شويه بابريكا على شويه كركم، براحتك خالص. كل التوابل اللي تريحك حطيها. وبتدي نكهه. وفي توابل الفراخ بتبقى حلوه جدا، وقالب ماجي عشان يديها طعم برضو نكهه حلوه جدا. تمام. يعني حطيت ايه يا ام هاجر؟ هحط فلفل اسمر واحط كزبره ورشه كمون صغننه خالص وبابريكا وكركم. تمام، عشان يبقى اللون حلو كده وبتبقى شكلها حلو قوي. وقالب ماجي جميل كده برضو عشان يديها نكهه وحلوه. في الحالتين بتعملي التتبيله دي سواء سلقتيها او غير ما سلقتي، يعني ما سلقتهاش، بتحطيه فيها التتبيله دي برضو ساعتين كده، وبعد كده تطلعيها بتبطريها بالدقيق كويس جدا، وتنزليها في الخلطه دي بعد كده، وتبطريها تاني بالدقيق، وبعد كده تقليها. يعني طريقتها سهله جدا وبسيطه، وعلى فكره بتبقى حلوه جدا وبتبقى جميله قوي قوي قوي. تمام. طبعا زي ما قلت لكم، ففي بنت من البنتين تعبانين جدا، فانا اليومين دول بروح لها بقى كل يوم، مش يوم او يوم لا، عشان اساعدها، لان البنت تعبانه جدا وربنا يشيل عنها ويشفيها. فادعوا لها الله يخليكم في الكومنتات ان ربنا يشفيها، عشان احنا قلقانين عليها جدا. لان والدتها لما توفت بمرض مش حلو خالص، ربنا يكفينا شره طبعا. تمام. فاحنا بنقلق على البنات وكده قوي. فالبنت تعبت جدا، والصراحه اديناها دواء سخونيه وبتاع، بس السخونيه ما هديتش والتعب زاد. فلما رحنا عملنا صوره دم بقى ان الدنيا عندها مش متظبطه خالص. فالدكتوره قالت تمشوا على العلاج ده ويمنوا واعملوا صوره دم تانية. فادعوا لها كده بالشفاء يا رب يشفيها ويعافيها. فعشان كده معلش اعذروني ان انا ما قدرتش انزل معاكم مني الاسبوع دوت، لان انا اوريدي لسه والله ما فتحت بوك التوفير ولا جبت اي حاجه خالص، لان انا مش مركزه ومش فاضيه زي ما قلت لكم. حتى انا بعمل لكم الوجبات دي يعني في البيت وكده على السريع، عشان الحق اروح لحماتي. وساعات باخد اي حاجه انا عاملاها نتغدى بيها سوا هناك. فانا هعمل معاكم الكنتاكي الجميل دوت، واروح عشان مكه بتحبه ربنا يبارك لي فيها، اروح اتغدى معاها بيه يعني. فمعلش بقى اعذروني. انا خلاص سلقت الفراخ اهوت زي ما انتم شايفين، خلاص الاجنحه، وهحطها في الخلطه الجميله دي بقى بتاعتنا، واقلب بقى. طبعا حاطه فيها زي ما قلت لكم فلفل اسمر، كركم عشان يديها لون حلو جدا، وقلب ماجي مع شويه كزبره مع الملح. طبعا بتظبطيها بتبقى حلوه جدا بجد والله. جربوها بالطريقه دي هتاكلوا صوابعكم كده وراها. وتقلبيه وتسيبيها بقى ساعة او ساعتين في التتبيلة دي، سواء هتسلقيها او مش هتسلقيها. برضو اعملي التتبيلة دي وحطي فيها الفراخ الاجنحة نية يعني، او الفراخ اوريدي حسب ما انت هتعملي.
وبعد كده بقى هنبدرها كده بالدقيق برضو اللي فيه التوابل الجميله ديت ونقليها، بس العكس ان احنا هنوطي عليها عشان تاخد سوا من جوه كويس جدا. بعد ما طبعا تكوني سخنتي الزيت جدا، وزيت غزير يعني مش زيت قليل. لكن لو سلقتيها زي ما انا حالتي كده هنستخدم زيت قليل شويه براحتنا ومش هنوطي عليها لان احنا اوريدي هي مستويه، احنا عايزين بس الطبقه الخارجيه تبقى مقرمشه كده وجميله. فاليومين دول زي ما قلت لكم اعذروني بقى لاني مشغوله انا والله، عشان ما اوقفش شغلي في القناه بحاول على قد ما اقدر ان انا انزل لكم حتى لو وصفات بسيطه، بس لحد ما الدنيا تتظبط معايا. ولو نزلت جبت مشتريات الاسبوع حتى في نص الاسبوع بس لما اطمن على مكه الاول هصوره لكم باذن الله. فانتوا معلش اعذروني والله. ان شاء الله هحاول على اليومين الجايين دولت انزل اجيب اسبوع يعني طلبات الاسبوع، لان البيت فاضي خالص وما بقاش فيه اي حاجه ما عدا البطايه اللي انا ذبحتها من فوق من عند الست شوشو لسه ما اتعملتش لحد دلوقتي. ان شاء الله هنعملها مع بعض الفتره الجايه. هسيب بقى التتبيله دي كده شويه. انا الصراحه سبتها ساعه كده لان خلاص بابتنا جاي وانا المفروض الحق امشي اروح اعمل جنبها هناك مكرونه او اي حاجه عند حماتي. فهتبلها بقى بالدقيق الجميل دوت، والدقيق ده بتحطي عليه برده فلفل اسمر وبتحطي عليه شويه كركم على شويه توابل فراخ كده وبتظبطيه برده، يعني مش بيبقى دقيق كده عام، لا انت بتظبطيه. التوابل دي يا جماعه حريه شخصيه، التوابل دي حسب ذوقك وحسب تذوقك انت، حسب يعني نوع التوابل اللي انت بتحبيه. في ناس بتحب القرنفل سوري، في ناس بتحب الحبهان، في ناس ما بتحبوش خالص ما بتحبش نكهته، في ناس بتحب الريحان، في ناس بتحب البابريكا، في ناس بتحب الفلفل الاسمر، في ناس بتحب فالتوابل دي بتبقى نكهتك انت. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت برده التوابل اللي انا حطيتها على الدقيق على الخلطه بتاعت الفراخ هي اللي حطيتها على الدقيق، واخد كده واحده وابدرها بالدقيق وارجع بيها تاني في الخلطه كهذا، بحيث ان انا اتقل التتبيله بتاعتنا واتقلها كده بتبقى شكلها حلو يعني وبتبقى مرمشه. معلش اعذروني الايام دي بجد لاني مش ما نزلتلكمش لسه ميزانيه الشهر، واحنا طبعا دخلنا في شهر 5 يا ام هاجر. فين الميزانيه بتاعت الشهر ده وهنعمل ايه وهنمشي ازاي مع بعض، خصوصا ان احنا داخل علينا الامتحانات وداخل علينا التزامات العيد والدنيا يعني في الشهر ده بايظه خالص. والله يكون في عون كل ام طبعا داخل عليها امتحانات، فمش عارفه هتركز في الامتحانات مع الاولاد، خصوصا ان في ناس هتخلص قبل العيد بيوم حرفيا، ولا هتركز في طلبات العيد والتزامات العيد. فالله يكون في عون كل ام طبعا. بس ان شاء الله هنظم لكم الدنيا، وبعد كده هاجي اقول لكم يلا يا لوزه انت وهي يا جمال هاتوا ورقه وقلم عشان ننظم الميزانيه بتاعت الشهر ده باذن الله. بس زي ما قلت لكم عايزاكم بس تدعوا لمكه بالشفاء، لما اطمن عليها والدنيا تتظبط معايا هبقى ابدا يعني انزل لكم الطلبات، لان حرفيا طبعا زي ما قلت لكم انا بروح لعمته كل يوم بدل يوم ويوم لا، لان البنت تعبانه جدا فعلا ربنا يشيل عنها ويشفيها، لان احنا عملنا صوره دم طلعت مش متظبطه خالص في كرات الدم البيضاء والصفايح والحاجات دي طلعت مش متظبطه عند الطفله خالص، فاحنا قلقانين جدا جدا جدا. فالدكتوره قالت بعد 48 ساعه نعمل التحليل تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. فانا عايزاكم بس تدعوا لها بالشفاء ربنا يشفيها ويشيل عنها. طبعا اهوت زي ما انتم شايفين زيت برضو مسخنه جدا، وهنزل بقى بصوا بعد ما يعني تبلت الفراخ بتاعتي كويس جدا هنزل بيها بقى. وطبعا هنا في المرحله دي عادي مش هنوطي لان احنا اوريدي عايزينها تبقى تاخد اللون الذهبي، بس هي مستويه وكل حاجه يعني تاخد بس اللون الذهبي الجميل دوت وخلاص على كده. وهنديها اللون الذهبي الجميل دوت والقرمشه الجميله دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. جربوها والله طريقه سهله جدا وبسيطه وبتبقى حلوه والاولاد كمان بيحبوها جدا. عندي هنا هاجر وعبد الرحمن ومكه ومريم ربنا يبارك لنا في عمرهم بيحبوها جدا، فعلشان كده على طول باستمرار بعملها لهم. فهاخد بقى دولت يعني معايا كده في علبه كده صغننين، واروح برضو اكمل عند عماتي واشوف هتعمل ايه واعمل لهم هناك طبق مكرونه حلو كده واظبط لهم اكله حلوه. معلش بقى فاعذروني بقى اليومين دولت بجد على الميزانيه الدنيا بايظه معايا خالص، لان انا اساسا حرفيا لسه ما ظبطتش ميزانيتي ولا ظبطت دنيتي ولا شفت هعمل ايه الشهر ده. ولو انتوا عندكم فكره ميزانيه وعايزينها نمشي بيها الشهر ده قولوا لي وانا همشيكم بيها باذن الله. فبقول لك ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم بقى. ومعلش بقى هنا الفلاش اتطفى فاضطريت ان انا اصور كده الصراحه، لان الدنيا كانت خلاص يعني التليفون هيفصل فاضطر ان هو يطفي الفلاش، وانا مستعجله ان انا اسيبه يتشحن يعني شويه وكده.
هحمر بقى الفراخ كويس جدا جدا طبعا، وبديها اللون الذهبي الجميل ده. يعني انا بديها اللون الذهبي الجميل دوت بس، لان هي اوريدي مستويه. فانت حابه بقى في المرحله دي طبعا، لو هي نيه هتكوني موطيه عليها خالص خالص خالص. فبس كده، وايه رايكم بقى في الشكل الجميل دوت؟ بجد والله العظيم كناها وكانت حلوه جدا وتحفه، وعجبت البنات وعجبت الولاد. كنت نفسي اسمعكم صوت القرمشه بتاعت بجد الاجنحه كانت مقرمشه جدا وجميله. بس طبعا هاجر وعبد الرحمن كانوا واقفين ورايا صريخ يا ماما، هاجر تصرخ عبد الرحمن ضربها مش عارفه ايه. فما حبيتش ان انا ادخلكم في تفاصيل انتوا مالكوش دعوه بيها. بصوا انا بحاول والله، كنت نفسي قوي اسمع لكم والله صوت القرمشه بتاعتها، بس ما عرفتش الصراحه، والدنيا كانت كعبله ورايا خالص. هاجر كمان بنتي ربنا يشفيها كانت تعبانه جدا الفتره الاخيره دي بالكحه باستمرار باستمرار، وكانت ماسكه فيا كمان. فما كنتش عارفه ان انا اصور براحتي او اخد فيديوهات براحتي يعني ليكم. بس ان شاء الله هنعمل ميزانيه حلوه جدا، داخل علينا طبعا العيد، و يعني الشهر ده في شويه حاجات كده وفي شويه التزامات هنجيبها، فان شاء الله باذن الله نبقى نروح نجيبها. بصوا انا عماله احاول اوريكم، عايزه اسمعكم صوت القرمشه والله بتاعت الفراخ، كانت حلوه جدا الصراحه، وطريقه سهله جدا، ومكونات موجوده في البيت، وما فيهاش افتكاسات، وما فيهاش اي افوره او اي حاجه، لا بطريقه بسيطه جدا عرفنا نعملها، وكانت جميله وكناها. وفراخ كوكي حلوه جدا جدا جدا، فراخ كنتاكي بسيطه وسهله، وزي ما قلت لكم مكوناتها موجوده في البيت. فما تنسيش بقى تدعميني بلايك حلو منك وكومنت تشجعني بيه، وتصلي على النبي في الكومنتات.